ليش 10% بس من صناع المحتوى ينجحون و90% يواجهون صعوبات؟ رقم واحد، تغلبوا على عنصر الخوف والقلق اللي داخل، يعني حاربوا الافكار اللي تجيهم عن شنو الناس ممكن تقول عني، شكلي مو بحلو بيكون قدام الكاميرا. الموضوع بالنسبه لهم بسيط، صورت روحك، حطيت لك كاميرا مثل ما انا مسويه الحين، طلع الفيديو مو اوكي عقب ما انت شفته في الكاميرا، بكل بساطه طق ديليت، انت مو طالع لايف قدام الناس. بسط الموضوع. السبب رقم 2، لانهم استمروا. عنصر الاستمرارية في أي مجال في الدنيا من أهم عوامل النجاح. إذا أنت مواظب ومستمر على العمل اللي قاعد تسويه، نسبة النجاح في هذه العمل بتزيد بشكل مهول. الاستمرارية وايد مهم في السوشيال ميديا، تنزل as much as possible بشكل مستمر. لو شنو ياتك عوامل منعتك من أنك أنت تستمر؟ رقم 3، يركزون على موضوع ما يبون يتخصصون فيه. اللي عليك تسويه أنك أنت تختار المجال اللي تبي تبدع فيه وتبي انت تطلع موهبتك فيه. لكن في شيء مهم بعد، هاي المجال اللي انت تبي تدش فيه، هل هو مطلوب؟ هل له متابعين؟ حتى لو كان ما له ناس يتابعونه، طريقة طرحك للموضوع هذه يمكن تجذب ناس ما فكروا حتى انهم يتابعون في هذه. فاختار مجالك اللي تبي تكون انت متخصص فيه. في الختام، صناعة المحتوى عبارة عن مشروع يعتمد على الاستمرارية. ابتدي، استمر، تعلم، ركز على الاساسيات، والله يوفقك.